con aberturas laterales que aportan fluidez y elegancia al mover esas piedras Swarovski que realzan su brillo. Aplauso fuerte, eso, que se note, que se note. مدير الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، سيدات وسادة المنتخبون والسلطة المحلية، حضور كريم من مثقفين، مفكرين، فنانين، مفاعلين مدنيين، ضيوف تطوان الأعزاء، أقف أمامكم. الحضور كان ضروري اليوم، لان هذا اعتراف اولا دولي بالدور اللي كتلعبوا مدينه تطوان في المجال الثقافي. معليش انا غنقول لكم بان بالطبع تطوان لديها تاريخ، لديها مسار في المجال الثقافي عبر الحضارات اللي عاشت هنا. طبعا غير كندوروا في ازقا ديال مدينه تطوان، والا يعني نتشبع بالثقافه يعني الاجيال اللي عاشوا هنا. التحدي اليوم كذلك هو كيفاش نربطوا الدور ديال الثقافه مع الشباب ومع التنميه، يعني في المفهوم ديال الصناعه الثقافيه. ونعتبر بان هذا الحدث غيمكننا باش نقويو مره اخرى الوجود او الدور ديال الثقافه في المجال ديال التنميه. نعتبر في الوزاره بان مدينه تطوان من المدن اللي عندها واحد الغنى ثقافي اللي يمكن لها بالطبع تولي واحد، يعني تولي تطوان تلعب واحد الدور اساسي في المفهوم ديال الصناعه الثقافيه. شكرا. العربي مصباحي، المدير الاقليمي لوزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه بتطوان. نحن اليوم في اليوم الاول من السهر او من الاحتفاليه الافتتاحيه لتطوان عاصمه متوسطيه للثقافه والحوار. هذه الامسيه اليوم، هذا اليوم الاول من هذه الاحتفاليه تمتد على مدى 3 ايام، شهدت مجموعه من الفقرات. صباحا كان هناك افتتاح عدد من المعارض التي تعرف بالموروث الثقافي لمدينه تطوان في مختلف المجالات. هذا المساء لدينا طبعا فقرات موسيقيه، فقرات ازياء يعني عروض الازياء التقليديه وازياء العروس، فضلا عن تقديم شهادات في حق مدينه تطوان، وكذلك تكريمات لفائده عدد من المتعاونين معنا في هذا البرنامج. كما قلت سيستمر هذه الاحتفاليه اليوم الثالث، ستهتم بالطفوله، وايضا سهره فنيه سيحييها الفنان زهير البهوي وعدد من الفنانين، على اساس هي احتفاليه تاسيسيه لسنه من الانشطه ومن الفعاليات التي ستستمر ان شاء الله طيله هذه السنه. Soy Mara Ahumada, directora general de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, y venimos desde Andalucía, desde España, para acompañar a Tetuán en este momento histórico tan importante. Sin duda, este nombramiento como sede y capitalidad de la Mediterránea, de la cultura, del diálogo 2026, es un hito increíble para esta ciudad y, por supuesto, desde esta institución hispano-marroquí con una experiencia de más de 25 años hablando de entendimiento, promoviendo el diálogo entre los pueblos del Mediterráneo, estamos encantados de poder participar y colaborar en todo lo que haga falta, ya sea desde el punto de vista de la literatura, de la artesanía, como del arte en sí. Estamos felices de poder participar y acompañar a Tetuán en este momento tan importante para la ciudad.